سلام الله عليكم متابعي كيفاش بلان تيفي. عدت إليكم كالعادة مع آخر مستجدات الكرة الوطنية والعالمية، وجاء في أبرزها أولمبياد باريس تدفع الناخب الوطني وليد الركراكي لتغيير خططه، والدولي المغربي سفيان ديوب يخضع لعملية جراحية ثانية تبعده عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري. واستياء كبير لدى الطاقم التقني للمنتخب الوطني من تردد الموهبة المغربية نائل العيناوي. وريال مدريد يستعيد لاعبه المصاب قبل موقعة السيتي. وتشافي هرنانديز يختبر جاهزية ثلاثي برشلونة قبل موقعة باريس سان جيرمان. ومدينة ليفركوزن تستعد للاحتفال بلقب البوندسليغا التاريخي. أكدت مصادر مقربة من المنتخب المغربي أن الناخب الوطني وليد الركراكي قرر الاعتماد على خطة جديدة في المرحلة المقبلة، وتحديدا المعسكر المقبل لخوض مباراتي زامبيا والكونغو. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن وليد الركراكي قرر إعادة عدد من اللاعبين الذين حضروا مونديال قطر 2022 والذين تغيبوا عن آخر وديتين أمام أنغولا وموريتانيا، وذلك بسبب دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس. وأفادت المصادر بأن الخطة تستهدف التخلي عن السباعي الأولمبي الذي ظل يحضر مع الركراكي منذ عام كامل في معسكراته، وهم شادي رياض وعبد الصمد الزلزولي، بلال الخنوس، آمر ريتشارلسون، وأسامة العزوزي، وإسماعيل الصباري. وانضم إليهم مؤخرا إلياس أخوماش للتواجد في معسكر الأولمبي. وأضافت المصادر أن الخطة تهدف لتعويض هؤلاء اللاعبين بمجموعة يتقدمها نصير مزراوي وسفيان بوفال، عبد الحميد الصابري، رومان سيس، وزكريا أبو خلال، وجميعهم كانوا ضمن منتخب المغرب بمونديال قطر. تعويض العناصر الأولمبية، فيما سيكتفي الركراكي ببقاء أولمبي واحد وهو إلياس بن صغير. وتلقى وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب نبأ صادما بخضوع سفيان ديوب لاعب نيس الفرنسي لعملية جراحية جديدة ستبعده حتى نهاية الموسم الجاري. وكان سفيان ديوب قريبا من المشاركة مع منتخب المغرب في نهائيات أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، لكنه تعرض للإصابة وغاب عن الكان. وتراجع ديوب عن تمثيل منتخب فرنسا وفضل اللعب لصالح أسود الأطلس، وحضر معسكر المغرب خلال نوفمبر الماضي. وكان وليد الركراكي قد أكد في تصريحات سابقة أنه كان يخطط لاستدعاء اللاعب سفيان ديوب خلال معسكر الأسود في التوقف الدولي المقبل. فيما علمت مصادرنا الخاصة أن وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي مستاء من تردد ومماطلة نائل العيناوي لاعب لانس بشأن تمثيل أسود الأطلس. وتابعت المصادر أن نائل العيناوي رفض التواجد في معسكر منتخب المغرب الماضي بسبب ظروف شخصية. ونوه المصدر أن والدة نائل العيناوي تضغط على اللاعب من أجل تمثيل منتخب فرنسا، أما والده فيرفض ذلك ويصر على لعب نجده مع الأسود. وأن الركراكي تقابل منذ فترة مع نائل العيناوي في فرنسا وتحدث معه حول أهمية تمثيله للأسود، لكن اللاعب ينتظر استدعاء فرنسيا من أجل اللعب في أولمبياد باريس أو يورو 2024. وأوضح المصدر أن وليد الركراكي غاضب بشدة من تردد العيناوي، ووضع مهلة لحسم قرار اللاعب. وفي سياق مغاير، أتم ريال مدريد اليوم الجمعة ثالث ميران له هذا الأسبوع بقوة وكثافة كبيرة، ومشاركة جميع اللاعبين المتاحين تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي. وغاب عن الميران تيبو كورتوا وديفيد ألابا، وذلك قبل 4 أيام من استضافة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ويدخل الفريق الملكي اللقاء بعد 8 أيام من الراحة نظرا لتوقف الليغا بسبب إقامة نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الأسبوع، بينما سيخوض المان سيتي مواجهة في البريمير ليغ أمام كريستيان بالاس غدا السبت قبل لقاء ريال مدريد. ونظرا لعدم ارتباط الفريق بمباريات طوال الأسبوع، استغل أنشيلوتي ذلك الأمر ومنح لاعبيه يومين من الراحة قبل أن يكثف قوة التدريبات بمرور الأيام.
وشارك جميع اللاعبين في التدريبات باستثناء كورتوا وألابا اللذان يواصلان عمليات التأهيل من إصابة الركبة. واستعاد أنشيلوتي لاعب الوسط داني سيبايوس الذي تدرب أمس الخميس بالصالة الرياضية ولم يشعر بأي ألم أو إصابة، كما شارك في ميران اليوم مع بقية زملائه. فيما يأمل تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن يكون قادرا على الاستعانة ب3 لاعبين مصابين حاليا عندما يحل ضيفا على باريس سان جيرمان الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن برشلونة يواصل استعداداته لمباراة باريس سان جيرمان دون بعض لاعبيه مثل المدافع أندرياس كريستنسن. ويعاني اللاعب الدنماركي من مشاكل في وتر العرقوب، لكنه شارك في جزء من تدريبات اليوم. وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيجري مباراة صغيرة خلال التدريبات غد السبت لاختبار جاهزية بعض اللاعبين مثل كريستنسن وفرينكي دي يونغ وبيدري. وواصلت الصحيفة أن تشافي سيحاول فهم حالة كريستنسن وتقييم مدى جاهزيته قبل مباراة الذهاب الأوروبية. واختتمت موندو ديبورتيفو بأن بيدري ودي يونغ سيستفيدان أيضا من هذا الاختبار، حيث يأمل تشافي أن يعتمد عليهما خلال مقابلة سان جيرمان. وفي آخر الأخبار، تعهد أوفي ريتشارد عمدة ليفركوزن بإقامة احتفال كبير في حال فوز باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، لكنه سيكون عليه الانتظار حتى نهاية مايو المقبل بعد نهائي الدوري الأوروبي يوم 22 من الشهر ذاته. واعتمادا على نتائج يوم السبت، يمكن لباير ليفركوزن أن يقتنص لقب الدوري الألماني مبكرا في الأسبوع التالي، ولن يكون ذلك فقط لأن الفريق يمكنه تحقيق الثلاثية، ولكن أيضا بسبب عدم وجود شرفة بملعب المدينة. لذا سيقام الاحتفال على الأرجح في ملعب باير ليفركوزن، حيث يخوض مباراته الأخيرة في الدوري يوم 18 مايو المقبل. وقال ريتشارد: إذا تمكنا حقا من تحقيق ذلك سيكتب في تاريخ المدينة، وأنه مقتنع أن ذلك سيحصل، وسيقيمون حفلا كبيرا. وأوضح أن التجهيزات للاحتفال ضروري، ورفض الحديث عن الألقاب المحتملة. وتابع العمدة أن هناك تواصل متبادل مع النادي ويحاول تخطيط كل شيء بشكل جيد، وهو مقتنع بأنهم سينظمون حدثا جيدا. خير الكلام ما قل ودل. وإلى هنا متابعي الأعزاء تنتهي حلقتنا. نتمنى تخليوا لي تعليقاتكم، آراءكم وانتقاداتكم، وما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أراكم في فيديو جديد، دمتم سالمين.